قرار عاجل ويهم الراغبين في الحصول على رخصة السياقة. أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن قرار جديد عاجل يهم تأجيل تطبيق بنك الأسئلة الجديد للحصول على رخصة السياقة، الذي كان مقررا في 18 من مارس الجاري، وسيبدأ العمل بالنظام الجديد ابتداء من 25 من مارس، وذلك بعد أخذ الإكراهات التنظيمية والتقنية بعين الاعتبار. يمنح هذا التأجيل مهلة إضافية للمترشحين للاختبار النظري للحصول على رخصة السياقة للتحضير بشكل أفضل للنظام الجديد، كما سيتيح للمهنيين في قطاع تعليم السياقة المزيد من الوقت للتكيف مع هذا التغيير. حددت الوكالة 13 من مارس كآخر أجل لإجراء الاختبار النظري الأول، و20 من مارس كآخر أجل لإجراء الاختبارات الثانية للراسبين في الاختبار الأول. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول جميع المترشحين على فرصة متساوية للتأقلم مع نظام الأسئلة الجديد. ستخصص الفترة الممتدة من 21 إلى 24 من مارس لتنزيل النظام المعلوماتي الجديد بجميع المصالح الإقليمية للوكالة. سيتيح ذلك ضمان سير اختبارات رخصة السياقة بسلاسة بعد بدء العمل بالنظام الجديد. ودعت الوكالة مهني قطاع تعليم السياقة إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط والتنسيق الإيجابي مع المصالح العملاتية الإقليمية للوكالة والالتزام بهذه الإجراءات الجديدة.